اما باش تجي وتقول لي حنا مع العرب غا في الكره، بصح ما تكونش معايا في كره اخويا، سير حرر فلسطين. الا انت مع العرب سير حرر فلسطين، ولكن في كره اللي فيها خصومه ما نتمناش لك اخويا النجاح. اسمح لي على صراحتي. وخلاصه القول، المغرب ما محتاج حتى شي واحد يشجعه. ما تتمنى ليا، ما نتمنى لك، اعطيني غير اتساع باش تشجعني وتلبس التوني ديالي. ما لبستوني ديال حد، لبستوني ديال المغرب وديال الوداد. واخيرا انطلق كاس العالم، ومن هذا المنبر نبغي نبعث رساله للجماهير واشباه الاعلاميين الشمال افريقيين العرب: غابعدوا من المغرب، ما تشجعونا ما نشجعوكم، على بركه الله. السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. واولا وقبل اي شيء اسمحوا لينا بزاف على الغبور، حياه مشاغيل، هالخدمه هالعائله هكذا، فمهم سمحوا لنا بزاف. وطبعا عدنا وما كاين حتى شي وقت حسن ما اننا نعودوا في كاس العالم. كما قلت في البدايه، هذا الفيديو نبغي نبعث به جوج رسائل. اول رساله الاشباه الاعلاميين عرب شمال افريقيا اللي كانوا فرعوا راسنا في كاس افريقيا، هالتعليقات هالانتقادات ما عرفت شنو هو. ثاني رساله غنبغي نبعثها للجماهير ديال شمال افريقيا. كاس العالم اخيرا انطلقت، ولكن قبل ما تنطلق شفنا احداث. واش منك يا احداث؟ الرساله الاولى علاش قلت الاشباه الاعلاميين وغنجمع معاهم حتى شي اشباه مدربين. شفنا انتقادات اللي نالت المغرب اثناء تنظيم كاس افريقيا، ما خلاو ما قالوا. الجاموس ولا كيهضر على الناموس. اش منك يا المغرب ما كانش عليه يتابع قضائيا، ما كانش عليه يدير ذاك الموقف اللي داروا مع السنغال، كان عليهم غير يسمحوا في كاس افريقيا وهانيه ماشي مشكل، واخا يتعرضوا للظلم ما عندهمش المشكل. بينما في امريكا كنشوفوا نفس المنابر الاعلاميه، نفس المدربين سكتوا، ما كاينش اللي يهضر، ما كاينش فيهم الذكر، ما كاينش فيهم الراجل اللي يقول ولا كلمه. ضربوا الطم. علاش؟ حيث الا تجرأ كلب فيهم وقال شي كلمه غتجيه تعليمات من جهات عليا انه يرجع لبلاده وما عمره يقرقع باب لا في التعليم لا في التدريب. وبالتالي تبين لنا على انه هاد الناس اللي كانوا يزعمون انهم اصحاب مواقف واصحاب شهامه واصحاب حق واصحاب مبادئ، ما عندهم لا مبادئ لا اخلاق لا والو، لا مواقف لا والو. يعني ولينا كنشوفوا انه الموضوع كان موضوع ديال غير ضد في المغرب. الا كنتوا فعلا اصحاب مواقف بغض النظر عن من هو البلد او الطرف غتنتقدوا، حيث غتنتقدوا الموقف ماشي الطرف، وانما بينتوا لنا على انكم كتمشيوا مع الغالبه. وطبعا يا اشباه الاعلاميين المصريين انتم تستغربون لماذا تمت معامله المنتخب السنغالي بهذا الشكل. انا غنعطيكم الجواب. تمت معامله المنتخب السنغالي بهذا الشكل لانه في كاس افريقيا كانت الاف بي اي في المغرب وراقبوا كل شيء، وراقبوا الفينال، راقبوا النهائي، وشافوا المنتخب السنغالي والجمهور السنغالي اشنو داروا. وبالتالي هذا ما اسفرت عنه هذه التعاملات ديال الحثالات السنغاليه. وطبعا امريكا هي اللي كتعرف ليكم، حيث المغرب بزاف عليكم. وطبعا الاشخاص اللي كنهضر عليهم عارفين راسهم، فما نحتاجش انا نقول لك فلان ولا فرتلان. ولهاد الاشباه الاعلاميين نبغي نسال واحد السؤال: شنو هو الاحساس ديالكم وانتم كتشوفوا المنتخبات ديالكم كتهان، سوء استقبال، سوء تنظيم، وما كاينش فيكم الذكر اللي يطلع ويقول كلمه؟ شنو هو الشعور ديالكم وانتم كتخلاو على ديك المبادئ اللي حسستونا انكم انتم اصحاب مواقف واصحاب شهامه وما عرفت شنو هو؟ ها حنا كنشوفوا فيكم دابا في كاس العالم والو، ما كاين لا مبادئ لا اخلاق لا والو. يعني هذاك الشيء كامل اللي قلتوه اثناء كاس افريقيا كان ضد في المغرب. وشفنا منكم اللي تحولوا القضاة، شفنا منكم اللي تحولوا المحاميين وليتوا كتحاميوا على فلان وليتوا كتحكموا على فلان، ضد في المغرب، كل شيء ضد في المغرب. كنتوا كديروا كل شيء، قومتوا جميع المقومات غير ضد في المغرب. علاش؟ حيث ببساطة الأمر ضركم النجاح اللي وصل له المغرب أو المستوى اللي وصل له المغرب. وبالتالي ما كان عندكم غير النباح والعويل والبكا والشكا. ولكن من هذا المنبر نبغي نعطي تحية تعظيم سلام لأمريكا، حيث قزماتكم وعطاتكم حجمكم الحقيقي. أما المغرب عطاكم أكثر من قدركم. وبالتالي
انتم كناكري الجميل ما عرفتوش بقيمه داك التنظيم وداك حفاوه الاستقبال اللي عطاها لكم المغرب، حيت ما تستاهلوهاش. فهاد التنظيم اللي داير امريكا هو التنظيم اللي صلاح ليكم، حيت نتوما قليلين الاصل، واللي جا قدو الحذاء يلبسوا. ورسالتي لهاد اشباه الاعلاميين واشباه المدربين هو انه الحق لا يتغير بتغيير الدول، بغض النظر عن شكون هي الدولة، الحق حق والباطل باطل. وطبعا هادشي بين لينا على انه ازدواجية المعايير لا تحتاج لشرح، بينتو عن المعدن ديالكم. وشكرا. رسالتي الثانية هي الجمهور العربي، الشمال الافريقي بصفة خاصة والعربي بصفة عامة، الله يرحم بها الوالدين. ما تشجعوا المغرب، ما نشجعوكم، شجعوا منتخبكم واعطيونا باتساع، باش ما تجيو تقولوا لينا شجعناكم في كأس العالم. لا، باش وباش نكون 100% صريح معكم، انا كنتمنى الرباح للمنتخب ديالي. علاش؟ حيت نهار كنتمنى الرباح لشي واحد وكينجح وكيرباح وكيدي القاب، كيجي يفرع عليا انا راسي. بحال المنتخب المصري ديما فارعين راسنا ب7 كؤوس افريقيا، بحال المغرب دابا فارع العرب راسهم رابع العالم، ومن حقنا. برا الكرة اخوان في الاسلام وتجمعنا العروبه يجمعنا الدين واسيدي اللي بغيتي، غير انا ما غنشجع حتى شي منتخب عربي. وانتم كذلك نتمنى ما تشجعوناش اخويا. ما تقول لي لا نحن مع العرب، لا 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 لا, لا. كون كنا كلنا مع العرب وحنا وراء العرب كون حررنا فلسطين اللي هي قضيه فعلا. اما باش تجي وتقول لي احنا مع العرب غا في الكره، بصح ما تكونش معايا في الكره اخويا. سير حرر فلسطين، الا انت مع العرب سير حرر فلسطين، صافي. هادشي اللي تنعرف. فنتمنى ما تشجعونا، ما نشجعوكم، الله يرحم بها الوالدين. كل واحد يشجع منتخب ديالو، وكل واحد يركز مع المنتخب ديالو، وكل واحد ينتقد المنتخب ديالو. حنا كمغاربه من حقنا ننتقدوا المنتخب المغربي، ما ماشي من حقنا ننتقدوا المنتخب المصري. حنا ماشي سوقنا فيه، لا يهمنا في شيء. وانتوما كذلك ما تنتقدوا اخويا المغرب، ما تنتقدوا اللعابه ديال المغرب، ما تنتقدوا المواقف ديال المغرب، حيت نتوما ببساطه ماشي مغاربه. انت كاخي عربي مسلم نتمنى لك النجاح بصفه عامه، ولكن في كره اللي فيها خصومه ما نتمناش لك اخويا النجاح. اسمح لي على صراحتي، وانما هذه هي الصراحه. ما يمكنش انا نتمنى الواحد ينجح اكثر مني. ديما غيبقى داك التمني ديال ان نتمنى المنتخب ديالي هو اللي يوصل، ماشي منتخب اخر. الا ما وصلش المنتخب ديالي بالهلا يقلب اي منتخب اخر، ما بقاش نهتم. اوكي، الا ما كنتش انا مشارك ومنتخب عربي بعيد على المغرب اللي ما غيتنظش على المغرب وما غيبانش على يحاول يفوح على المغرب، بحال السعوديه بحال الاردن بحال كذا بعاد علينا هما في اسيا، نتمنى لهم الفوز ونتمنى لهم النجاح. وانما هادو اللي كينافسونا بصفه اوليه ما نتمناش لك النجاح، ونتمنى انت ما تتمناش لي النجاح. ما بغيكش تكون معايا، فهمتيني؟ حيت عارفك غتكون غير كتنافقني. ديما بداخلك غتتمنى ان المنتخب ديالك هو اللي يوصل، وهذا شيء عادي. فنتمنى نحيدوا من هذا النفاق الخاوي، ونتمنى نحيدوا من هذا السبع وجوه، ونكونوا صراحه مع بعضياتنا. ما نزيد عليك، ما تزيد عليا، ما تتمنى ليا، ما نتمنى لك. اعطيني غير اتساع، فهمتيني؟ غطيني غير اتساع، قول لي الله يوفقك والسلام عليكم. باش تشجعني وتلبس التوني ديالي، ما لبستوني ديال حد، لبستوني ديال المغرب وديال الوداد، صافي. فنتمنى ما نسمعوش اللغط على المغرب بزاف. فين ما يوقع شي حاجه في المنتخب المغربي كتلقى بوستات على من جميع الجنسيات العربيه، المغرب دار، المغرب فعل. مالك اخويا؟ اللي المنتخب ديالو ما مشاركش مرحبا، شجعونا اخويا. اما الى المنتخب ديالك مشارك، شجع المنتخب ديالك، الله يرحم بها الوالدين، بدون نفاق، بدون مجامله. ما تشجعونا ما نشجعوكم، كل يشجع منتخب ديالو الله يرحم بها الوالدين. وهذا ماشي تكبر ولا شي حاجه، هذا غير لتفادي حساسيات الناقصه اللي لا تغني ولا تسمن من جوع. فنتمنى نفهموا بعضياتنا، ونتمنى ما ننافقوش بعضياتنا، حيث نافقنا بعضياتنا بما فيه الكفايه. وخلاصه القول، المغرب ما محتاج حتى شي واحد يشجعه. ها الصوره قدامكم، امريكا كلها مغاربه، والجمهور ديالنا مكفي وموفي ما شاء الله وقايم بالواجب. فنتمنى كل الجمهور يشجع المنتخب ديالو، ولكم واسع النظر. المهم الاخوان، ما تنساوش تخليونا الاراء ديالكم في لي كومونتير،
كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي، وإن شاء الله مربوحة مع البرازيل. نراكم في حلقة قادمة. السلام عليكم.